سن صغير، والتاني هو إخناتون. وإخناتون اتعرف عنه بشدة ذكائه، فكان فيلسوفا صائبا الرأي يميل إلى الصدق ويكره الكذب، دائما البحث عن الحقائق. من صفات أسطورتنا إخناتون النهاردة، بدأ بتفكير في عدم منطقية سطوة كهنة آمون على أغلب ثروات البلاد، ودي هي من الأساس حق للشعب. إخناتون تزوج وهو في 11 من عمره، كان عنده 11 سنة، الملكة نفرتيتي ابنة أحد النبلاء. نفرتيتي ما كانتش بنت ملك. شارك إخناتون والده في الحكم وهو بعمر 11، كان عنده 11 سنة وكان بيشارك أبوه في حكم البلد. ثم حكم منفردا وهو بعمر 13 عام، وده كان عام 1367 قبل الميلاد. هنا إخناتون صار على سطوة وسيطرة كهنة آمون، بل وصار على الاعتقاد في مفهوم آمون نفسه. إخناتون اعتقد أن الإله الخالق للكون يسمى آتون، وأنه لا يجسد في شكل ولا يعلم مكانه، لكنه موجود في الخفاء، وهو من يخرج الشمس يوميا لتضيء السماء.